أن أبقى وفيا للروح المسيرة الخضراء محاكما عن وحدة وطني من البوغاز إلى الصحراء. مرحبا بكم اولا، شكرا على هذا الالتماس منكم. اليوم مؤسسه اجيال طاليس الخاصه تحتفل بالذكرى 49 من المسيره الخضراء. احتفال قدمنا احنا الاطر المدرسيه، كل واحد فينا شارك بنشاط باش نفرحوا الوليدات ونرجعوهم للذكرى ديالهم ونذكروهم بالتمغربيت ديالنا وتنفتخروا بطبيعه الحال بالوطنيه ديالنا وبالتمغربيت ديالنا. وحنا مغاربه حتى النخاع الحمد لله، من طنجة حتى القرقارات. وقدمنا بعض الأنشطة تربوية وترفيهية في نفس الوقت تخليدا لهذه الذكرى 49 من المسيرة الخضراء. وحنا دائما تحت نداء الوطن في أي وقت، ومغاربة ونفتخر. احنا قبل تنوجدوهم تنعطيهم واحد كيف ما تنقولوا تنعطيهم واحد النباتات، واحد الارتسامات على هاد الذكرى هذه. بطبيعه الحال هما دراري صغار ما عارفين شنو كان واقع، حنا بدورنا حنا براسنا ما عارفين، ولكن دائما تنرجعوا تنبحثوا في التاريخ العريق ديالنا، التاريخ المغربي ديالنا، نرسخوا داكشي وتنغنيو بعض الصور، بعض الفيديوهات، بعض الانشطه وبعض ديزاكتيفيتي كيف بحال هكا، باش كوم كوا تكون عندهم دائما هذه الفكره. وهذه الذكرى ما عمرها ما غادي تموت، وغادي تبقى غادا معنا جيل من مورا جيل. La marche verte a eu lieu en novembre 1975. C'était une manifestation pacifique organisée par le roi Hassan II pour revendiquer la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental qui était alors sous contrôle espagnol. Environ 350 000 Marocains ont marché vers le Sahara brandissant des drapeaux marocains et des exemplaires de courants. عندنا مناسبة إحياء ذكرى المسيرة الخضراء المضفرة التي كانت من عبقريات الحسن الثاني رحمه الله لاسترجاع الأقاليم الصحراوية المسلوبة. إحياء هذه الذكرى الهدف منها هو تقوية الروح الوطنية لدى الأطفال ولدى الأجيال المتعاقبة التي تزكي فيهم حب الوطن. من الأنشطة اللي درنا في هذه المناسبة هناك مسرحيات وهناك بعض الأناشيد التي تجسد هذه الملحمة التاريخية. هناك تفاعل كبير بالنسبة للأطفال مع هذه المناسبة العظيمة، فالكل كما ترى أنهم كلهم ترى الفرحة على وجوههم، الكل يرتدي الأقمصة الحمراء التي تجسد الهوية المغربية بالإضافة إلى الأعلام والألبسة التقليدية التي تجسد الثقافات المتعددة والمتنوعة للمغاربة. نعم، هناك مجموعة من الأطفال نجد أن فيهم روح الوطنية القوية، وذلك بإصرارهم على المشاركة في جميع الأنشطة، مما يدل على أنهم متشبتين بهذه إحياء هذه الذكرى.